تتضارب ويبون. والله انا استغربت يعني ليش شويه باند جاني طق على طول. والله شيء غريب والله. انا مستغرب والله. ما علينا. طيب ايوه يا نوني. هلا هلا يا نوني. هذه نصرك يا شوق، ها تبغى المضارب. مين نور شوف شوق. الزهراني تبغى؟ ايه تقول تغير الموضوع. هو طبيعي قلبين العالم حول. لا يا عادي والله. سواليف نوعي سواليف الشباب، يعني نعلمهم شو الله الفرق يحفظهم. بين البوتوكس والفيلر. صار الشباب يعرفون اكثر منكم. عليكم السلام يا مالك. ديالا حلو الباند. ديالا ايش رايك؟ بعطيك حظر. حلو الباند، مو انا اعطيك حظر ويصير حلو الحظر. ايش رايك يا ديالا؟ ايش رايك يا قشاش؟ نحضرها يا قشاش؟ والله هذه معليش ابغى احضرك. يلا عادي. يلا يا. هذا حظر. يلا مع السلامه. يلا مع هذا حظر. السلامة. يلا اطلع برا. يلا برا. يلا ما دام يلا حلو عادي. كنا نبغى نعطيك نتوسط لك، والله لكن ما دام لا بس هي الادميه. يلا حضرناها. مع السلامة. ايش العالم هذول؟ لا اله الا الله. وصباحك هلا علي. يعني الواحد سبحان الله يا امل، صياح وما صياح عادي، بس الواحد يتكلم عن الاشياء طبيعيه. والله يبي لهم بث تشنيع، ترى مرة شنعت فيهم، فتحت بث شنعت فيهم من كثر ما اعطوني باند. الحريم ايش سوت فيكم؟ ايش يعني سوت فينا يا عليا؟ ما سوت فينا. ها؟ لا بجد والله. امل ترى عندك عبد الله السماعه فيها ازعاج، ترى مو طبيعي، فيها صوت. باند جاني باند يا جماعه. والله غريبه. ما يستغرب. باند يا عبد الله. حق كم دقيقه. طيرت بث افا يا علي. السمية الوالدة الله يرحمها تقول طيرت بثكم. لا تقول كروش الحريم طيرت بث. اقول يا شكلها هي اللي بلغت يا. الله شوف كل اللي بلغوا اكيد لهم كروش. تقول لا ما عندك. وش صار يا باند؟ ما ادري. لا والله ما ادري ليش. بس ما يا شامخه عارف ايش مكتوب في الباند؟ التحريض على الكراهيه. ما الكراهيه مكتوب، مش يعني مكتوب الكراهيه. غريبه والله ما ادري، يمكن احد مبلغ، والله ما ادري. يمكن زاكسون قال الحريم السعوديات وقبوا عليه. مو هذا هو تنمر. ايوه تنمر. عبد الله. بس انا استغربت والله. تنمر وكراهيه ومدري ايش دخل؟ نتكلم في موضوع عادي يا جماعه. شوف بالله اهلين يا ساره. شوفي بالله نيمار، ابغى بنت جميله للزواج. نيمار اوديك الحوش. ايوه ايوه قبل شويه جاني الحظر جاني. ايوه اهلين هنو وعليكم السلام. ايوه يا جيجي. هلا والله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضلي يا جيجي. هلا بس موضوعكم اللي أول كنت بشارك في موضوع الفيلر لا ما دام فيها باند لا ما له داعي. ما شكلك لا عادي ما راح يجي. وش يعني بسألك سؤال، هل انت من النساء تستخدمين هذه الاشياء؟ شوف يعني انا من النوع اللي اكيد العناية من البداية. يعني مثلا البنات اللي من عمر 20 تروح تدق فيلر وبوتوكس مرة حرام، ما يجي يعني ما يصير. لكن الإنسانة المعتنية في نفسها ما راح تحتاج لها إلا بعد 40. إلا بعد 40 يعني زي نوني. يا نوني سمعتي؟ ليه بعد 40 ليه؟ لا من جد يا نوني انت عارفه البوتوكس. البوتوكس لازم اصلا بعمر صغير عشان ما تطبع التجاعيد. شوفي ليدي عبد الله تقول ليدي ما في احلى من الطبيعي، يعني من الطبيعي، يعني خلقة الله يعني. صحيح والله خلقة الله، لكن حنا ما غيرنا. اقول لك شيء يا نوني. شوفي
البوتوكس يا جماعة، معلش بس بقول الفكرة دي. البوتوكس ترى هو عبارة عن ما أدري، هو مادة شو اسمه، عبارة عن بكتيريا تسبب الشلل لبعض المنطقة، مثلا منطقة الجبين، عشان ما تجي التجاعيد تشل المنطقة. فهمتي؟ دقيقة بالله أقول لكم شيء. شلل مؤقت. دقيقة تسمعوني؟ ايه تفضل. أيوة. معقولة شوفها سارة ايش تقول، دفعت على وجهي 14,000. معقولة؟ ايوه هنا مو صحيح. هنا مو لأنه في مو برخيص ترى البوتوكس والفيلر، ترى مو برخيص، حتى الأجهزة ومو أي الإنفيني عيادة والخلايا ترى يا أبو الجذعية البراء. ترى مو برخيصة. 14 وما 14 والله ما ما ادفع 1000 برخيصة. ريال. لا مو برخيص. عدنان بقول لك شغله. مو بخل يا حياك الله يا ليدي. كيف الحال الشام قمنون؟ لا مش لا، بخل، مش مو قصة بخل بخل، بس بس. أنا عندي وجهة نظر صراحة في الموضوع ذا. المرأة كل ما خلت من العمليات التجميل أنا أشوفها أنعم وأجمل. الحين اللي قاعدين مو بعملية تكفى. صحيح. طيب مو يعني بس هي تسمى كذا يعني، بس يعني قصدي بالمصطلح العام. الحين صاروا النساء صراحة طقم، كلهم نفس الشفايف، كلهم نفس الحواجب، كلهم نفس. صرنا لما نشوف بنت يعني ما هي حاطة عمليات تجميل تكون جذابة أكثر صراحة، تكون ناعمة أفضل أكثر. أما أنه المرأة تحتاج على العمليات يعني الأشياء التجميل هذه بعد سن 40 هذا غير صحيح، إلا إذا كانت امرأة مهملة بنفسها، حتى إذا ما تلعب رياضة وما تسوي. في شيء ثاني بعد لما لا الفيلر دقيقة بعد لحظة جيجي. 40 عشان التجاعيد حبيبتي. اسمعي يا جيجي، لما استخدمت فيلر ترى لما يروح مفعولة تبدأ تترهل، فتضطر مرة ثانية تبي تحكم، ما يترهل. ما في أي منطقة في جسمها لما يروح يترهل. تذوب لا، المادة لا، هذه هذه- تذوب يرجع الوجه طبيعي، ما يترهل والله. في أي ما مكان يترهل. في الجسم، مو شرط الوجه، سواء حقنت لا، خدودها أنا ترجع أتكلم تذوب عن المادة الوجه. هذه. بس ما تترهل حتى في المناطق الثانية بعد في الجسم، فتضطر انها تعبي من جديد. ما يعني يا جماعة. لازم عندها مثلاً- تتصالح مع نفسها، مثلاً ترضى، لا تكون معليش أحلى. اوكي. الحمد لله الوحدة فعلا تعتني بنفسها من البداية. أول شيء الرياضة، هذا أول شيء. ما تضطر لعمليات أعوذ بالله شد البطن. الخلطات الطبيعية يا جيجي بعد. أيوة خلطات جدا رائعة للوجه، مثل ما قالوا لكم الخميرة مع ايش الورد. يكون الرياضة؟ اسمع السؤال، الزبادي. ايش ما يكون الرياضة؟ الجسم، الرياضة، النادي، الجيم. اي طبعا اكيد الجيم له أكيد فائدة هذا شيء كبيرة. أساسي. عدنان الحين أغلب البنات ترى كلهم يعني الأغلب 99 من البنات ترى مشتركين في جيم. يعني الحين ترى الجيل ذا تغير، مو زي الأجيال اللي راحت اللي عادي الوحدة تاكل وتجلس. لا الحين كل البنات أغلبهم 99 من البنات وهم كلهم في الجيم بس ترى. اقول لك شيء يا امل، اقول لك شيء. أيوة. افا يا اسكريم يا عليا، اخر زمن اسكريم. افا ارحبي يا غاد، ارحبي. الله اكبر يا الدنيا. طيب بقول لك شيء يا امل، بقول لك شيء. بس اكثر البنات يروحون عشان يتصورون بس في السناب. اهلين يا همس، بس عشان كذا في السناب وحركات. يشتركون يا عدنان، يشتركون اسبوع بس اسبوعين يتصورون بس بس عشان يعني تصوير. أنا- اي وتترك باقي الاشتراك يروح كذا على الفاضي. بس يعني صح موضة. كلامي؟ أنا بصراحة أشوف أن الرياضة يعني شوفي أسلوب صح حياة. كلامي يا جد، شوفها قالت كلامك صحيح. في ممكن، بس انا اشوف ان الرياضه المفروض البنت ما تاخذها ترى بعين انه انا بس بنحف او لا خذيها اسلوب حياه. ما ادري، انا ما اشوف البنات بالعكس مهتمين الان اكثر. بس يا أمل كاجسام فعلا كلامي صحيح. شوف حتى انا ما ممكن يعني الأغلبية سار. بعضهم ياخذونه يا عدنان، بعضهم ياخذونه متنفس، وهذا الشيء الصحيح على فكرة. طيب انك تاخذ حرام عليك إذا دفعت لا ولا 3000 دقيقة طيب، دقيقة بعد فهمك وش رأيك انك يا تاخذ عدنان؟ الرياضة متنفس احسن من انك حاط في بالك اني انا لما تاخذها متنفس تصير اسلوب حياة، يعني تصير اما انك تاخذها بس عشان انا بس ابي انحف، ولما انحف اترك الرياضة. لا انا يا ما أمل اشوف. افهميني يا أمل، عدنان افهميني. تدق لك في الكبسة والمفاطيح اسمعيني يا أمل. والوجبات السريعة، وبعدين تروح الجيم. ايش الفايدة؟ انا اقصد ان تروح بس كذا وفي السناب تصور انها شالت كذا وبس، يعني ما تشتغل على نفسها صح، يعني ما تشتغل يعني 2000 3000 حرام راحت كذا. وبعض الاحيان تروح يوم، اليوم الثاني ما تروح يوم، تقعد يومين ما تروح. يعني اسمعني ما تعمل- اسمعني يا عدنان، هي تسوي هذا كله وتشترك في جيم وتتعب نفسها، وما اقول لك شيء أمس. تشتري امس إيش قال؟ اي طبعا واللبس شوفوني. الماركات
ولبس الماركات وتتصور انا مشتريه من شو اسمه ذا كل شيء، حتى اكرمكم الله الشوز يعني بتصوروا. جيجي اوكي جيجي تمام. حتى همس شوف ايش قالت؟ قالت يعني شوفوني يا ناس شوفوني، يعني إيه. شوف ايه ترى وبعد كذا ايش النادي تسوي؟ مو بس للناس اللي تبي اسمع. تنحف، في ناس تروح النادي عشان تسمن بعد. عدنان، اي أول حاجة ترى أول وبعد حاجة كذا ترى تروح قبول تعمل القسط، عملية تكميم، بعد كذا تروح تسوي عملية عندك لازم تكميم. اسكريم يا عدنان. جاني قال لي ارسل اسكريم عشان مين؟ القسط. التيك توك. طيب اوكي صدقناك مشيناها. ايوه ايش اسمه ذا، اسمعوا، سمعت حاجة دوبي قبل شوية. مين اللي قالت خلطات طبيعية خميرة وزبادي؟ يعني بسوي كيكة في وجهي انا؟ هذه امل الراشد. أمل لا سمي انا ما قلت، الرحمن. انا ما قلت خميره. لحظه انا ما اعرف الخلطات الا اصلا. في واحدة قالت خميرة وزبادي. انا اللي قلت، انا قالت قلت حلبة عليها. يا ممكن بنت جيجي. الحلال روحي، كمان ازيدك ولك. لا ما قلت، انا قلت هذا جيجي مو بنا. روحي اضربي لك قالت إبرة حلبة. نظارة. انا قلت إيه، وانتي في أدري، السليم. انا وبعدها قصدي ست الاقنعه شهور والاشياء ذي. ايه تريحك تريحك وش من الآخر. ايش؟ خلطة طبيعية هذه، يعني خلطة اوكي طبيعية. جيجي أقعد اشربي دقيقة عصير دقيقة. شمندر كل يوم، هذا اقعد يعطيك انا نظارة في وجهك. احط خميرة وزبادي في وجهي 6 شهور يا دوب اشوف نتيجة، ولا اروح إيه، اضرب ترى لي ابرة صدق في ساعتين والنتيجة تطلع. يعني انت الخلطات يبغى لها استمرار. انا من الناس اللي احب انا لو ما ماما قسما بالله اروح اسوي تبديل وجه عادي عندي. هاي شفت عادي. تبديل وجه. لا أيوة معليش، عندي انا مرة أحب الأشياء هذه. ترى تدرون إنه في ناس كثير تكره وجيه البنات اللي وجههم فيك، تجميلهم وجههم باين إنه يعني تجميل، بس أنا يعجبني أطالع فيهم. بس شكلهم واحد يا عليا، تلاقيهم شكلهم واحد زي ما قالت امل. اوكي والله اسمع، انا اقول لك في كثير ناس مثلا واحده تشوف مشهوره تروح للدكتوره تقول لها يلا سوي لي شفايف روسيه زي فلانه. طب مو حلو عليك الروسيه؟ في ناس يعرفوا ممكن ما نفسهم. تضبط، حتى رسمة الشفايف ممكن أصلا ما يضبط ايوه عليها. في ناس تروح تسوي تجميل بس تعرف لنفسها، يعني بدل ما تمسك الفيلر مثلا تحقنه في وسط الشفايف تطلع كأنها ناقة، لا اوكي تسوي كونتور على الحدود يطلع تبرز جمالها بس ما تغير شكلها. في ناس يعرفوا شكلها. هذا غش، انا اشوف هذا غش. هي ريحين بعدين انت ترى كمان بلا غش عارفة؟ بلا محزن اجل لا تحطي مكياج، حطي لا مكياج غش. والله انا يجي مقتنعه لما من الواحدة شكلي تتزوج غش. انا مقتنعه اي غش طبعا. تقول حتى المكياج غش. ايوه حتى مكياج غش. لا، لا، روحي مرة المكياج كذا مو غسلي غش. وجهك لا، لا، لا. واطلعي. ليه؟ لا لا مو ليه؟ بعد اوفر المكياج غش، ترى المكياج الاوفر أيوة، فعلاً، هو غش. يومين الوجه تخيلي يجي دقيقة تخيلي دقيقة. تحط مكياج واذا غسلت وجهها جد تصير جد والله جعفر. يغش. اسمعي، لا المكياج والله غش كمان. يغير تيجي المكياج، الوحدة يغير. هالاتها واصلة خدودها تحط لك كونسيلر اوف طبع اسمه ذا لا وجهها والله، طبيعي لا، لا، تطلع معايا. أيلاينر. في العناية أنا ليش أقول لك العناية من البداية؟ العناية من البداية، يعني أنت مو تهملي نفسك 20 سنة 30 سنة وتجين فجأة تقولين واي التجاعيد. خير فين كنتي نايمة؟ غيبوبة أنت ولا وش؟ عادي ترى الموضوع ما هو صعب، يعني روتين يومي وانتهينا، حاجات أسبوعية وانتهينا. حلو، تروحين ما راح تسوي لك تحتاجي إبرة لهذا كله. نظارة وانتهينا. في انا ناس- بصراحه اشوف في اللي ناس- واثقه من نفسها ومقتنعه من شكلها ما تضطر لهذه الاشياء. دقيقة ليدي، هذه قبر السعودية. طبعا دقيقة ليدي خلاص، أنت شكلك اسمعي، غير شكل والله واحدة العظيم، ثانية. انا ترى ما وجهت الكلام لك يا عليا، ما وجهت قسما الكلام لك يا ليدي. أنا ما وجهت- افلقيني تعالي لو أفلقك. وجهك مو زي كل واحدة كوعي شبه افلقيني. الثانية. تعالي يا سمر افلقك بين دقيقة، الحين عيونك. الكلام بين عليا تعالي وبين افلقك الحال يلا. بالحال دحدري افلقك بالحال. بكوعي. بالحال دحدري. والله صدق المهم شكلك يا بنات انت قلتي اسمعوا. بتركبين وجه ثاني، والله شكلك انت نقشه. اسمعي. شكلك انت ركبه، حتى ركبتي اطلق من وجهك. تبين خلصتي؟ تركبين وجه ثاني. لا، تبغين تفلة ثانية زي ذيك خلاص. التفلة اعطيتك اياها؟ تعق ليدي، يلا ليدي، جربي ليدي. عشان اعطيك نخمه مو لا، تفلة. ليدي. بنت الحلال انقلبي. تقول اعطيك ليدي. تفله، والله لا اعطيها والله نخمه من اسلوب مع هذا دم بعد. ليدي. نظام انه هلا، انا هلا. بكمي انا اللي ما لا، احتاج. ولا اركب وجه اتناقش جديد. معاها عادي، نقاش بس ايوه تفلة ما تفلة. روحي نقعي السوبيا بس روحي. بدرك تبين تركبين وجه. جايه من خلصتي جايه الكترونيه وتقول ابي حبيبتي. اركب وجه جديد. حبيبتي جاء على أركب التكرونية وجه تقمط جديد. عليك ان شاء الله قولي يعني. انت قمطه، انت بكبرك بنات بالله بالله يا بنات بالله خلونا في موضوعنا افضل. لا تقول تبي تركب وجه جديد، انت يا شيخه والله لو كيفي؟ اشتريتي- لا، بس كلام ليدي شوية اوفر، كلام ليدي شوية اوفر يا عدنان. ليش يا أوفر؟ ليدي، كلام ليدي شوية اوفر. ايش قلت؟
انه مره يعني في انت وجهك مو زي وجه غيرك، في بنات يحتاجون هذا الشيء هذا، في بنات انا قلت وجهة يحتاجون نظري انا اني اشوف بس لا تعممين لا بقول تعممين. يا سمر يعني في أنا بنات تكلمت عن يجيكي نفسي مثلا يا جيجي، أنا وجهها قلت البنت من مثلا وجهة وجهها نظري حلو اوكي، ان الوحده بس شوفيها ما تحط صغيرة مواد جديده كذا، فتحتاج ان هي تدخل مواد تظبط جديده في نفسها، وجهها، فهمتي؟ ترضى عليا الوحده انا تقتنع. عليا انا كانت خط، شفتي خط كل, أيه. كل ما اجي اعمل روج لازم اني اكبرها. أيه. هذه خط من الله، انا طالعه لامي يا جماعه انا مشتهيه سويت بس في أحد يعرف يبيع سوبيا؟ ملي سوبيا في سوبيا في عملتها. مكة في مكة. عليا اعطينا طريقه السوبيا يا عليا. تبين طريقة السوبيا؟ إيه، سمعت انها خبز مخمر كذا. اعطيك سوبيا؟ عندي سوبيا مخمجة تبغينها ولا انت اوريدي فيك لا مربى؟ المخمجه لك انت، المخمجه لا لك لا لا يا لا مخمجة. هي أسعارها واضحة انت عليك. بكبرك مخمجه والله يا عليا، انا ما توقعت ليش منك يحصلون تقولين الموضوع اركب كذا؟ وجهي. بنات السلام بالله عليكم. عليكم خلونا نتناقش في أيوة، الموضوع نعم. بدون كلام هي طلعت تقول هذه قمر السعوديه ليدي، هذه التفلة مسموحة بدت في يا بثك ولا لا؟ شامخه. لا عليا جربي عشان لا دقيقة علي دقيقة عليا، انت يعني وصلت تفتخر لهذه بالتفلة المرحلة، الوسطى. اعرف انك انسانة هادية يا عليا. لا لا إيش لا لا فيك يا هنا عليا؟ شوف انا مستحيل، انا مستحيل اسمع هذه، لا. هنا في التيك هي اذا أمثال تعورت ليدي تستخدم أو التفله، أمثال اذا الناس لا بس يا عالية ما كنت كذا يا عالية. تستخدم التفله. يعني شوف انا تحط الحين شيء انا واو. اسمع تعالي انا أسوي لك ماسك على وجهك، اسمع انا أعطيك الحين ما تفلة كنت اعرفها دقيقة يعني. ليدي هلا. ممكن اتكلم مع عالية دقيقة بس ممكن ما أتكلم كنت معها؟ طيب. ما كنت بس لا اعرفها تغلط، اذا غلطت انا ما ما كنت تقدر. اعرفها انا ما من غلطت عليها اسلوبها من اسلوبها يا الواضح عدنان. عرفتها. انا طالعه قبلها واقول بوجهه نظري، هي طلعت وراي وقالت هذه قمر السعوديه ليدي، يعني ترى اسمعي ترى ما دريت انت لين خلاص لا تدرين، ما يهمني تدرين ولا ما من تدرين، اسلوبك والله ما السرحان اذا دريت ما انك انت قمر يهمني السعودية. مثل حلا انت لازم نشرب حمضيات عشان اسمع عليا في ناس يقولون انت اللي بديتي، يعني لما انت ايوه قلتي انا بدأت. انا طالعة اللي وراي. بديت ابوك ترى على ابو هي- اللي يتشدد لك على ابو اللي يدافع عنك. هي ايش تبغين؟ وصلوا على النبي، صلوا على النبي. هذه باين عليها متعودة. باين علي انه انا متعودة. عليا ما أنت كده يا عليا. رجولي في حلقك. يلا قلعي. لا ليدي والله تدعسيني في حالة واحدة يا الدبة. ليدي تدعسيني ايوه انا ليدي. يا الخرتيتة ليدي. تبي تركب وجه جديد يا المقشع ليدي. ركب وجه جديد ليدي. المقشع ركبه. لا ولا ليدي. وجه جديد ماما تعيط. ليدي تسمعيني يا ليدي هلا يا ليدي هلا صوتي ما يصير يا ليدي. اسمعك يا عليا بس بقول لك شيء يا عليا، ما كنت كذا يا عليا. ايش فيك يا عليا؟ ايوه صرت كذا عادي، شو المشكله؟ ايوه صرت انا قلت اللي بيغلط علي بألعن سابع من دوبه. تغلط على ما الناس. كنت كذا يا عليا. عادي تغيرت. كيف ليش؟ دوام الحال من المحال. ايوه ايش الاسباب؟ اعطيني الاسباب. طيب انا اقول لك قبل شوي ايش اللي خلاك ايوه كذا؟ قبل شوي انا اقول لك هنا في التيك ما ينفع الواحد يمشي بتربيه اهله وباحترامه، ما ينفع اللي دقيقة يا ليدي خلينا نسمع ايش تقول. اللي يظل محترم وفي حاله هنا يعتبروه حيطه هبيطه، والكل يبدا يسب ويغلط. لا هنا انت بتغلط غلطه انا اصير العن من اللي جابوك وعادي يعني مثلا عادي محترمه عادي. يا عليا بس لا يا عليا يعني الواحد عدنان انا بسألك سؤال يا عدنان. والله كلامه صحيح يا عدنان، كلام علي صحيح. اللي يزود عن حده لا تحسب لي لساني قصير، لا مو لساني قصير. اكيد اللي يتجاوز ويتعدى حدوده اعطيه كوع بين عيونه. شفت الخشمة؟ كلكم فيكم حقكم يا بنات ونعم فيكم كلكم. الأصبص المتربع. أنا أحس خشم عليا متربع مفوشح. يا الله مهووسه فيه يا جماعة ملاحي. تكرهينها. أنت اعترفتي قبل شوي قلتي أركب وجه جديد، مهووسة في واحدة. طيب خليها تركب وجه جديد يا ليدي. وش خليها تركب وجهها قدامها. يا ليدي قالت طيب دقيقة بس ليدي دقيقة ليدي عادي لو قالت بركب وجه جديد يعني عادي وجهة نظرها. وجهين. طيب تركب وجهين، وجه قدام وورا، وهي اصلها اساسها ام كيف وجهين. وجه ورا قدام؟ بس هي انا ايوه عدنان صح هي صادقة. صادقه. اسمع انا بركب هي وجه قدام وبركبها هي ورا. هي اللي تعدت علي على حدودها صراحة. لا انت وجهين والله منافقة. صارت عالية ولد يا ناس هدوا. انا ما كنت كذا. هدوا ممكن الله يرضى. صار خلاص صار. طيب هدوا. اعصار تعال شوي نسوي لنا اعصار. قاعدة اشرب عصير شمندر. دقيقة يا سام. يا تفضلي يا فاتنة بس المالكي. نفسي اشرب عصير. صباح الورد. وشو صباح النور؟ طبعا عملية التجميل يا جماعة. برجع يا جماعة الخير كلكم ونعم فيكم. ونعم بحالك يا الشامخة. ليش يا ليدي نرجع نقول يعني هذه وجهات النظر. هل انت يعني كل واحد وجهة نظره
ليش انت قلتي قبل شويه قلتي والله ما في احسن من الوحده لما تكون طبيعيه بدون هذه الاشياء. هذه وجهه نظرك، اوكي اتفق. هذه يعني وجهة نظري صح. طيب يعني واحدة تقتنع تتصالح مع نفسها. طيب ايش قالت عليا؟ عليا ايش قالت؟ قالت انا والله لو ذا الوجه ثاني. هاي وجهه نظرها. لا هاي وجهه نظرها يا بنت الناس. عادي كيف طيب عادي. انا ما اقول بس هي انا تكلمت لما هي تجاوزت حدودها معي. قالت وش اللي تجاوزت حدودها؟ هذه ليدي السعودية هذه مدري قاعدة تغلط. انا رديت قالت اعطيها تفلة. هي اللي بدت والله. هي بالله اسألها ايش غلط. هي عدنان قالت اعطيها تفلة. عندها حساسية لا يقول انك انا اصلا هيعيط هيموت. هي بدت بالسفلة. قلت تتفلين تعرفون بعض قبل هيموت. لا ما اعرفها ولا اتشرف. يا جماعة شوفني تموت اموت على ايش؟ على تو تقول ممكن اقول كلمة وانزل لو سمحتوا. نسمع فاتن. والله انت اللي تنبطقني. دقيقة خلينا نسمع فاتن. يا ليدي تقول اقمط عليها. لا قليلة ادب. لا يا بنت يا ليدي دقيقة. طيب خلينا نسمع فاتن مالك عشان بتقول وبتنزل. بقول كلمتين بس بعد اذنكم وانزل. اوكي. قبل شوي سمعت واحدة تقول انه هنا في التيك توك لازم الواحد يكون قليل ادب يعني عشان يكون الناس يحترموه. مو شرط يعني عالي. انا لي سنة ونص. اوكي اخت عليا، انا لي سنة ونص تقريبا في التيك توك. لا عمري تعديت على احد بلفظ غلط ولا عمر احد تعدى عليه بلفظ غلط. معلش بس انت تدخل دائرة عالية خليه تكمل وبعدين رد. اسمعيني حبيبتي اسمعي. تفضلي. انا بدخل بثوث ما هي يعني بث ولا بثين وبفتح بث عندي ودخلت بثوث كويسة ودخلت بثوث مش كويسة. لكن بقول لك على حاجة. في كلمتين دائما أقولها: احترم تحترم. والله ما حد يتعدى عليك وانت محترمة نفسك. والله العظيم ما حد يتعدى عليك وانت ماسكة لسانك وما تزلين على أحد. غير صحيح يا فاتن. طيب والله غير صحيح يا فاتن. والله غير صحيح. خلوني أتكلم. فاتن يا أمل. تفضل أخوي. فاتن معليش والله. طيب خلوه تكمل. في ناس يسقطوا عليكي من غير اي وجه. طب معليش انا عندي سؤال. طيب بعد عليا اعطيني المايك. خليني ارد عليكي بس على الكلام بعدين اسالي. شوفي فاتن، اول حاجه انا اول مره اشوفك في البثوث اللي احنا ندخلها. الله يبقيك. فاتن انا كنت الكل يعني يشهد ويشوف هذا الشيء. محترمه نفسي انا في حالي. إذا صارت هوشة ولا صار قلة حياة أنا أضغط إكس وأنزل. أنا انقذفت كذا عيني عينك في القسط ما أرد حتى القذف. والله العظيم إنه تبلي إني ما أرد، أضغط إكس وأنزل. ما محترمة نفسي وكنت ماشي على مبدأ احترم تحترم. طلعت لقيت إنه الساقط واللاقط أي تهمة يلا هوبا ألزق في عليا. أي هذه عليا ما راح ترد يلا خلينا نفتري عليها ونتبلى عليها. يلا عليا هذه في حالها لا خلينا نشبها في كلام وسخ وحاجات وسخة وحاجات معفنة. ليه؟ لا معليش. طيب يا عليا طب تسمح لي عدنان دقيقة بس أنا بقول لها عليا يعني أنت قلتي كلام هذا. طيب أنا بقول لك لو واحد قذف تقذفيه الحين يعني اللي أنا أفهمه يعني أقذف سابع جد اللي جابه. طيب شوف عدنان لحظة فاتن معليش بعلق على الموضوع دقيقة بس. والله أنا مع فاتن. دقيقة سمع عدنان بالله عطني المايك دقيقة بس. ما راح أطول دقيقة بس. عدنان ما راح أطول دقيقة بس. تفضل. شوف احنا عرفنا أنا يعني عرفت عليا أنها إنسانة محترمة دائما وأبدا. شوف في التيك توك هنا صراحة الإنسان ما يطلع عن صمته بالطريقة هذه إلا إذا كان جاه شيء ما يرضيه وما يرضي أحد. تسلم يا لاين حبيبي. احنا في البثوث نعم جينا أول شيء. أدمنتك جاني باند يا أدمنتك. أوكي خلاص. احنا في البثوث جايين نتكلم بأدب باحترام، لكن الناس يتولجونك يا أخي، يطلعونك عن صمتك ويطلعون أسوأ ما فيك. طبعا الليدي إنسانة محترمة بعد ولا، لكن اللي يصير يا جماعة الخير الآن في التيك توك. نعم. سؤال يا شامخة. سؤال بسألك زي ما سألت عليا. هل أنت مع عليا تقول اللي يقذف ولا لا أقذف؟ والله كذا قالتها. هل أنت معها؟ سؤال بالله. ولا لا؟ لحظة طيب خليني أقول لك. أنا بقول لك عن تجربة شخصية. طيب بقول لك عن تجربة شخصية. أنا أول من تبنى الحرب على القذف والقاذفين صح. أنا طلعوني عن طوري وقذفت.
ممكن ساعة غضب يعني. نعم ساعة غضب. طيب اوكي، انا اقول لك الكل تسلم يا حبيبي لاين حبيبي، الله تبد من زود. بس لا الان عليا سالته سؤال، سالته قلت له يا عليا الان لو واحد قذفك تقذفين؟ قالت ايه يعني ايه؟ لا ما اتوقع. شوف عليا بس كلام، اسمعني بقول لك، ما تقذف، ما تنزل القذف عليا. انا اعرف انها انسانه ما هي ما هو لها منطق. ممكن الان هي قاعده، يمكن هي معصبه الحين. انا ما امسك مع انه بقول لك حاجه، انا فاهمه عليك، انت قصدك المبدا. ايوه انا من عليا بقول لك حاجه، مع انه تستحي تطلع قسط يا جماعه، كانت الادميه دي تستحي تطلع قسط. طب اسمع مع انه يا عدنان، مع اني انا اوكي مع ذا الشيء الان يعني، بس انه انا الى الان على قد ما تهاوشت ما قدرت اني اقذف، ما قدرت الصراحه. طيب اوكي لكن سبيت. لا يا عدنان بس لا يطلعوا الواحد عن طوره من جد. كلامه دقيقه سبيت يعني سبيت مين اللي سبني، رديت السبه. مع انه قسما بالله العظيم مع الفجر هذا اني لما انزل من القسط اني ما اكون مرتاحه، تجيني طاقه سلبيه مو طبيعيه. تحسبني ارتاح؟ لا ما اكون مرتاحه. طيب سؤال طيب انا في شغله مهمه يا عدنان. امل دقيقه، انا واعوذ بالله من كلمه انا عمري ما سبيت، اقولها وانا صادق، عمري ما قد قذفت، عمري ما قد سبيت. يعني انا كيف اسوي؟ عارفه يا امل، تفحصها فحص. ايوه عارفه ايش يعني ايوه يعني، او ايش اقول، في لها طريقه اللي كنت اقولها دائما. انا ما تجاهل. لا امسخر. شفتي يحقرهم تحقر امسخر. ايوه بس عمري ما قلت امك ابوك يا ولد مدري ايش. عمري. طيب انا بعلمك شغله يا عدنان. لي سنتين وعليها ما شاء الله عليك. اكثر ما يوصل، شوف أكثر ما يوصل الإنسان لهالطريقة بهالشكل إنه ناس تنقل له كلام عن ناس غلط. يعني يكون إنسان يقصد شيء ثاني، مثلا يطلع مثلا في قسط أو يطلع في بث يتكلم مو في نيته الشخص المعني هذا، يروح إنسان يستغل الكلام ده، يروح عند إنسان ترى الفلانة أيوة فلانة تعنيك، وهو يعرف إنه هذه فلانة ما تعنيه. فيوصل لمرحلة انه خلاص يعني تتأتش معه صراحة، ويقول ليش فلان تهجم علي وانا ما قد جبت طاريه. فهنا يطلع عن طوره يعني. طيب دقيقة يا تعال، انا ما راح اذكر اسم البث. انا مرة من المرات كنت في بث واحدة. طيب عدنان الله يسعدك، انا بنزل الحين. دقيقة شكرا. يا ليدي دقيقة بسألك، انا لسه جايك يا ليدي. كنت في بث اوكي، في ناس كأنهم ما صدقت اني اجي هذا البث. اوكي، في ثنتين قال له ادبهم علي، المشكله بنات، قال له ادبهم علي. فايش صرت انا اسوي؟ قلت للاسف شوف الوساخه طلعت. شوفي كيف انا اقول كيف امسخر. قلت شوف الوساخه كيف طلعت، للاسف وسخه كذا انا اقولها. انا دائما اقول وسخه، للاسف طلعت وسخه، شوف الوساخه. اما اني اسب يعني ما اقدر سب، ما اقدر. لو تعطيني ايش حتى لو اعصب. شوفي عدنان، شوفي ممكن وانتم بكرامه. شوف انا وصلت لدرجه ممكن اتفل وانزل اما اني اسب الام، اسب الاب، اسب مدري ايش ولا ده، عمري لا. انا اتحدى، انا ما عمري. عدنان واللي يجيب في والدينك، حتى يا بنت الناس سبوني. طيب في اهلي حتى انا سبوني في اهلي. الشخصيات تختلف يا عدنان، الشخصيات تختلف. سبوني في اهلي بدون فتحت علي انا. قذفوه في عياله في اهله، قذفوني في اولادي. انا قذفوا. اسمع الشخصيات يا عدنان تختلف. تحمل الاشخاص من شخص لشخص يختلف. 5 سنين لي هنا في البرنامج، 5 سنين لي هنا. طيب قسما بالله جابوا الميتة يعني الله يرحمها. طيب انا اقول لك مهما يعني ايش ذنبها وهي في قبرها تيجي تتكلم عليها؟ يا سمر اختي، هي الشغله. شوفي بالرغم اني انا حريق يعني اعصب، بس مو معنى اني اعطي نفسي انه اسب. انا والله مو شوف، انا مو ندعي المثاليه ولا يعني انه امثل ولا ده. انا صح اني انا ما اوصل لدرجه السب. ممكن وانتم بكرامه اتفل ايوه، عشان ما ابى اطلع عن طوري، ما ابى اوصل للمراحل هذه انه عدنان مدري انا شو اخذت قاعده اللي يسب. انا كنت زي يعني علي. بالله يا سمر اسمعني علي، يقول لك امك دقيقه انا كنت زي عليا، ما كان احد يسمعني يحس. قسما بالله كنت ادخل هاديه واخرج هاديه، الين الواحد طلعني عن طوري يستاهل. من دق الباب سمع الجواب. يعني سؤال
انا بقول لك يعني الواحد يقول لك يعني امه احسن من امي يا بنت لما يجيب الناس سيرة ما هي أمي. احسن يا سمر، الله يرحم امك، هي الشغله ما هي احسن يا بنت الناس. يعني انت رجعتيه على امك رجعت لها السبه في قبرها، يعني تستفيدي شيء؟ هو اللي بدا مثلا، الشخص اللي قدام ما هو اللي في بدا. القذف ما في، هو بدا ولا ما بدا، القذف ما يجوز. اوكي ما سب يجوز بالذات ممكن. للميتين، تلحق سمعي الميتين ليه؟ اسمعيني، طيب انت لما تقذفيها ترى ما هي تروح، القذف ترجع لك يا طيب بنت سؤال. الناس. نرجع طبعا ليدي، هل انت من الناس شوفوا ليدي يا جماعه، انا مش دافع عنها، ما ادري ليدي تستفز اي نعم، بس ما ادري هل هي قاذفه، انا ما قد سمعتها. شوفوا للامانه انا والله مش دفاعا عنها، انا ما قد سمعتها، هي صح ممكن تستفز يعني الخصم عندها اسلوب تستفز، بس ما قد سمعتها انها تسب. ما ادري يا امل هل انا صح ولا غلطان ما ادري، بس انا ما قد سمعت ان الادميه هذه تسب يعني تقذف تستفز. هل يا ليدي هذا صح، ولا يمكن انت عندي هنا ولا في بثوث ثانيه تسبين وتقذفين؟ لا الحمد لله يا عدنان، أنا بالعكس أنا انقذفت كثير، ما عمري رديت القذف بالقذف ولا أسب حتى. صح أطقطق يعني زي قبل شوي أخذ الموضوع بضحك، يعني أسب بضحك يعني موضوع يعني زي قبل على شوي عليا يعني ولا ايش؟ يعني أجيبها بطريقة ضحك، يعني أنا ما يعني عندي وش الحمد لله باخذتها يعني تطقطقين على تستس يا عدنان، وشو تستس معاي انتم مبروك معاي على أنا مبروك ما يرولش يا لحظة خليني عدنان. أتكلم وش يا عليا زي قبل أنت شوي موجودة. يا عدنان مبروك يا ربي لما أقول فوبيا وإيش يا عليا. فوبيا ومدري إيش زي كذا، يعني أما سب مستفزة. السوبيا أبدا يا زي لا كذا السوبيا موجودة. عليا إذا جات جدة الأخت جيبي لها سوبيا يا عليا. والله جيب لها، ترى احنا ما نجيب لها حقة الخضر. لا أخاف أوه خضري هاي شفت كيف؟ تجيب لي مين محمد ولا مستحيل أشرب محمد ولا سعيد؟ لا محمد لا ولا لا سعيد؟ مستحيل يعني. أخذ من عندها شيء، مستحيل ما أحب السوبيا ذي. لا ما أبي تغار مني، تكرهني. والله أنا حاسة ليدي تغارين من علي. والله على ايش اغار؟ على ما ايش؟ أدري اقول لك ليش تغارين يا ليدي؟ اقول لك ليش؟ ايه ليش؟ شوفي عشان الوجه الجديد اللي لا دقيقة خليني اتكلم. طيب لأن الشعر طويل وشوفي على الجنب جاي، شوفي كيف ما شاء الله. الله يقطع بصورتها. البيسة، الله يقطع البيسة، شوفي الشعر طويل عندنا وجاي على وعندها الجنب. خير. طيب لا عندنا بس شوفي كيف وعندها خير. الشعر جاي كذا طويل ما وجاي شاء كذا. الله تبارك الله. قصدك انه ليدي لما شعره على ورا لا عليا يا الشعر طويل عدنان، وجايه عدنان، كذا. انا احب الحلوين صراحه، بالعكس انا انبسط اذا شفت الحلوين، ما غار. بس تغارين من عليا يعني؟ لا ابدا ما غار. غار طيب على ايش؟ نرجع لكلامنا مع ليدي عن طيب أنا أستأذنكم. طيب اوكي يا فاتن، الله تقولي شيء يحييك يا يا فاتن؟ فاتن. والله كنت بقول بس ما خلوني مجال إني بالله أتكلم صراحة. الله يخليكم عشان خاطري، طيب. خلوا الاخت تتكلم بالله. فاتن هي لحظه بس يعني. بقول كلمتين كذا على بعضها وحنزل إيه. بعد إذنكم. في حاجة بس بقولها للبنات، المكان اللي ما يثمن وجودكم، لا تنتظرين إن أحد يقذفكم ويسبك. اتفق معك. يعني ليش أنا أتواجد في مكان ممكن إنه يوصل يقذفني؟ أنا لي سنة ونص عمره ما حد عدى علي بكلمة الحمد لله. أنا مستغربة من أشوف بنات يقولون أنسب وانقذف، ليش وصلت للمستوى ذا؟ معلش يعني ليش وصلتوا إنه تسمحون لأحد يسوى ما يسوى إنه يسبك أو يسب أهلك أو يسب عرضك أو يتعرض عليك أصلا؟ فدائما خذوها نصيحة مني لكم، اعتبروني أخت كبيرة لكم، والنعم فيك يا أخت فاطمة، صديقة لكم. لكن صحيح يا فاتن، كلامك صحيح. المكان اللي ما يثمن وجودك، بس مثلا انا عندي واختاري هنا اسمعي سمر حبيبتي، خليها تكمل يا سمر، خليها تكمل يا سمر. ليش انت تقطعين الناس يا خليها تفضلي. مثلا دحين انا مع عدنان، طيب وجاء واحد ما يبغاني او وحده ما تبغاني في القسط، وهو اللي قذف علي وهو اللي يتكلم علي، هل انا حترك بث عدنان عشانه؟ شوفي حبيبتي، اهلين وعليكم السلام ريسبكت. لا انا وش دخلني انا؟ طيب انا قلت لها يعني ليش ما قذفت؟ ليش سمر يا فاتن عشان افهم. فاتن انت قصدك صاحب البث لما يسب فلان وسب فلانه قصدك، ولا عشان افهم؟ لا دقيقة، انت يا فاتن الحين واحدة مثلا اسمعيني انا بقول لك، يعني مثلا واحد طلع، مثلا واحد او واحدة طلعت مثلا قذفت امل، لا قدر الله، انا ايش ذنبي؟ انا ايش دراني؟ انت مالك ذنب. ايوه برافو عليك. انا ما قلت انت. لا انا ما اقول لك اني انا يعني صاحب البث او الناس الموجودين. ايوه انا ايش دراني؟ يعني انا مثلا طلع فلان اوكي شوية يعني ام وامل مثلا، او ام وعليا يعني شدوا في بعض شويه، لا قدر الله ام قال كلمه قذف،
انا ايش ذنبي؟ ايش اللي يعني ايوه انا ما حترك بث لا انا شوف انا لو مني بفتح بث. لو علي لها أيوة. مني، علي لها أيوة. مني اني أيوة. انزل الرجل، اني انزل هذا هو. هذا اقول انزل خلاص انزل. هذا هو. هذا هو. طيب أيوة. هذا هو اما اني يعني أخليه صاحب البث يخذف. اللي لا اما اني اخليه صحيح. يخذف وياخذ راحته، لا صح مستحيل. كلامك. صاحب البث لا. اللي او صاحبة البث، اذا احد تعدى على احد احنا نعتبر ضيوف عندك يا عدنان. اذا احد جاء تعدى علي بترضى انه احد يتعدى علي؟ لا، معناته والله ما مستحيل. احترمت وجودي. طيب، صح ولا لا؟ أوكي. طب انا ليش اوصل اني اكون في بث مثلا انقذف ولا تسب؟ شوف، ليش أوكي. اوصل نفسي للمستوى ذا اصلا؟ طيب اسمعيني، هو انا اتفق معك مليون في المية، مو 100%، مليون في المية. هذا واحد. الشيء شوفي، لازم على صاحب البث انه ايش؟ انه ما يخلي يعني في قذف لا سمح الله، انزل او انزلي. صحيح. بس بعض الاحيان في شد، يعني مثلا زي اللي حصل قبل شويه بين عليا وبين ليدي، ايش اقعد انزله؟ شد لا بس انا اقصد بالنسبه للالفاظ الكلام صحيح. الكلام اللي لا ما صار في والله ألفاظ. ما قد حصل لي. ما في ألفاظ ما صار، لا ما خارجة، صار في قالوا. الفاظ، لا ما صار. اي هو ما شد قالوا الموضوع. ألفاظ خارجة. شد بس ما قالوا الفاظ. تمام. امك ابوكي يا بنت مدري تمام. إيش. انا بس اللي أيوة. بوصله شيء واحد، انه المكان اللي ما يثم وجودكم لا تقعدون فيه يا يا بنات. فاتن انا اتفق معاكي. في محلات واختاروا اسمعوا واختاروا دقيقة. الناس اللي تشبهكم في اخلاقكم وفي تربيتكم. اختاروا مع مين تكونون بالضبط. انا اتفق ترى مو غلط انك يعني كيف اقول لك تضيقين الدائره حقتك على ناس محترمه وانت عرفتيها في بثوث. مو غلط. ولا اني اكون معليش عند احد، معليش انا اسفه على الكلمه، ما بقصد احد فيها معين، عند اللي يسوى واللي ما يسوى. اختاروا الناس اللي تشبهكم، النظيفه المحترمه. اختاروا المكان اللي يحترمكم بس. الله يعطيكم يعطيك الف العافية. عافيه. شكراً. طيب لك. ابغى اعلق دقيقه يا سمر، فاتن أنت دقيقه في فاتن لا كل تنسي بلد. دقيقة. لبيت طيب الله عليك. لبيت لبى لبيت. روحك يا قلبي. فاتن دحين انا عدنان طيب، جيت عنده واستمتعت معاه في الكلام والحوار ومع الناس الطيبين والكويسين. طيب تمام. وجيتي انت يا فاتن ناقشتيني في موضوع وما عجبني طرحك. هل يحق لي اني انا يعني ارد عليك برد غير لائق؟ لا طبعا المفروض اني احترم رايك، صح ولا لا؟ اكيد. هذا اللي اتمناه وهذا اللي انا قلته قبل شويه قبل ما هي ينقفل اللايف المشكلة صارت الغيرة بين الرجال وبين الحريم. هذه مشكلة والله بحد ذاتها تضحك. طيب. يعني ما يجي رجال يغير من رجال ولا بنت تغير من بنت، هذه مشكلة والله. الان وهذا اللي حصل الحين، هذا الان شو يا فاتن، ما هذا أدري اللي إيش أقول حصل لك. الان، هذا اللي حصل. يعني عليا هي غارت او ليدي غارت ما ادري، فنشوف مين اللي غار اكثر، يعني مين اللي غار. فنبغى يا ابن نشوف الحلال ما حد غار من أحد. أنا والآدمية هذه دائما نتضارب عشان كذا ليه. جينا طيب هنا. اجل في غيره، اجل انت تغارين منها يا عليا ولا ايش؟ مو مسألة غيرة، مو ليش مسألة ليش غيرة. دام نتضارب؟ طب انت ليش ماخذ الموضوع مضاربه بيني وبينك؟ دقيقة ترى ما اعرفك ولا أنتي- تعرفيني، يعطيكم ما العافية. اعرفك ولا دقيقة. تعرفيني، ليش مش دقيقة مقتنعه عشان معي؟ أذكر استاذنك أصلاً اخوي عائشة. عدنان. شكرا مو يا أنت اللي أنا فاتن. بداية يا هوشتي هلا، الله معاكي يسعدك كانت في بث حياك، بني، يسعدك يا صح؟ سمر حبيبتي. مع السلامة. حبيبي الله يسعدك. بداية هوشتي معاكي وكانت في بث بني، صح؟ متى طيب؟ لما حضرتي نيلي متى؟ سالفه قبل 8 شهور. طلعنا الريسبكت. أنا حسيتنا. أسألك، ريسبكت صح؟ هذه كانت البداية؟ هي في البدايه كذا. يا ليدي انت تغارين من عليا، هي قالت هي تغار مو مني. غيرة ما غيرة، مو غيرة ما انت غيرة. قلتي، انت قبل شويه تقولي تغاري يا ابن مني. الحلال ما انا معطيتك مرادك، هي لا تغار وانا ما اغار. صح صح يا ابو البراء. ارتاح. ليدي هلا اهلا. مفرومه ليدي، مو هي قبل شويه قالت هي ليدي تغار مني؟ الا قلت اغار من واحدة مركبه وجه جديد تبي تركب. لا استفزازيه ليدي. يا جماعة غارت وانا بركب وجه جديد. اجل كيف لو ماني مركبة؟ معقولة لهذه الدرجة؟ لا هي تقول لك يعني نصيحه لا تركب وجه جديد يا عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نورتي. عليا فاهمني. مبروك على وعليكم السلام. هلا العجوز. الله يا هو يقطع. اشكي والله. اقعدي شويه في القسط. اللي حاسنه. اسمع اقعدي شويه في القسط حيصير معك تمام. يا ريسبكت بالله، ايش رايك في اللي حاصل اللي قبل شويه الان بين عليا وليدي الان؟ والله أنا أشوفها هوشة خوات. طيب خوات يا تهاوشوا. اكيد. إيه هوشة خوات عادي، الإنسان أحيانا يطلع. لا ما في، كل واحدة تقول للثانية الزود عندي. الزود عندي. اي والله كلهم محترمات وكلهم ذا. معليش عصبوا شوي مو مشكلة، ترى احنا 24 ساعة نعصب يعني. طيب ايش فكرة الوجه، تركيب الوجه الجديد ما ينفع؟
لا هي يعني تعبر انه يدور على هي تركيب الوجه. لا هي انا فاهمه يستفزني لكن فاهمه يا عدنان، هي قصدها انها تؤيد التجميل للمرأة وبقوة. بس لا بس تقول بس يا امل انت عارفه كلامها كبير، قالت ايش؟ الود ودي اني اركب وجه جديد، يعني كان يعني خلقه الله يعني وردت. لا يا شيخ لا هي تقصد انه يعني تأييد كامل للتجميل. هي ما فهمت، بس احيانا الله طبعا يعني ما حد يتكلم عليها. بلا وجه اجل، ما في وجه جديد. الا انا يا ليدي في الحاجات هذه لو عندي مجال بروح اركب وجه وقفه جديد. نظرها هذه وجهة نظرها، ما نقدر نقول لها لا تركبين وجه جديد، كيف هي تبي كذا. بس أنا أقول يعني أنا ما أيد صراحة، أيد يعني واحدة تكون متصالحة مع نفسها، صح هذا رأيها، تضبط نفسها. يعني ما عندها قصدك إنه ما عندها يعني آدمية، ما عندها شخصية. بالعكس عالية أحس عندها ثقة بنفسها يعني. لا معلش عليا لا لازم ليش تستسلم عليا؟ ترى أنا يا عدنان يبغاكي تغلط عليه عشان الضرب. لا والله ما تغلط. مع هاي العب غيرها يا عدنان يا علي والله ما تغلط. وانا لا ليدي ما تغلط والله ما. لا هو عارف اني انا ما غلط. طيب عدنان خذ المبادرة، اصلح بينهم. اكيد اصلح بينهم. اكيد يا امل. انا يا شامخة ترى ما بيني وبين اي احد عداوة صراحة. طيب ايش رايكم؟ اسمع، ايش رايكم يا عليا انت وليدي؟ والله بما انكم ما شاء الله بنات، والله يوفقكم ويسعدكم دنيا واخره، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني متربين وذا. طيب يمكن هو حصل شيء بسيط او وجهة نظره يوم من الايام فالوحده شالت على الثانيه. طيب الان خل الحطب يطيح زي ما يقولوا، خلاص وانتم بنات ناس. خلاص انا موافقه. انا بعطيها سوبيا تشرب وهي توعدني واسمع وهي تقول اعطيها سوبيا يعني اسمع خليها تكمل خليها تكمل. بتجيب لك الحين، خليها تكمل. لا يا امل سوبيا، لا انا كذا اوقف. وهي توعدني ما تخطب لابوها. هنا احنا نتصالح. لا خلاص انا زوجت ابوي. لا انا بعطيك ورده يا كبدي يا كبدي. انا زوجت ابوي خلاص، الله يوفقه. الحين انا انتظر مولود اخو جديد لي الحين. طيب وتبغين السوبيا؟ اسمع انت تبغين السوبيا من عند عليا يعني يجيب لك اي عادي خلاص، هي قد تجيب لي خلاص. بس لا ما يكون مغشوش يا عليا. بعطيك قلب. لا بعطيك مسوبيا حقتي اللي انا اشرب منها. الخضري ايوه الخضري يا عليا. يا خلاص تصالح الحمد لله. صالحنا. ايش السوبيا هذه؟ انا ماني داريه. استغفر الله العظيم. والله صالحتي يا عليا. خلاص رمضان جاي. اسمعوا بنصحكم نصيحة يا بنات. رمضان جاي بعد شهرين، جيبوا سوبيا تمام الله وحطوها في حطوها. اسمع حطوها الحمراء ها. ايوه الحمراء اعرفها. ايوه في كاسه قزاز وحطوها في الفريزر. خلوها لين توصل لمرحله الحثربه. تعرفون الحثربه؟ ايوه معروف. زي الرذاذ. ايوه وبعد الفطور كذا اقعدي امسكي الكاسه كذا ما عطاش يا عليا. لا يا عليا تفتحين بث نجي عندك انت. ابشري والله ما انت هينه عليا. أنا ما أعرف من إيش هي السوبيا الحمراء ذي صراحة. اسمعوا شوفي هي مكوناتها الصراحة تجيب الهم، لكن أنا ما أحاول أبحث عشان هي طعمة في الأخير. اشربيها بدون ما تعرفين مكوناتها. طيب يا جماعة أنا أستأذن من الصلاة الحين. أنا أحبك أموت عليك يا ليدي اعتذري لي عليا. أنا آسفة يا عليا، ترى عادي أعتذر. أنا شفتي يا عليا كيف؟ شفتي يا عليا وتقولي تستس يا عليا وأنا أبغى. انت تستس، انت طلعت ولا نزلت تستس يا عدنان. افا يا عليا والله بالعكس اني انا قلت صالحتي. شفت عادي كلنا تستس، حتى انا تستس واكثر اللي موجودين تستس عادي يا رب. ما فيها شيء يا عليا. تسامح حلو. اتراجع يعني الكلام والله من جد يا عليا. خلاص اعتذرت بالبيت. خلاص طيب يا جماعة الخير انا بنحصل لي. شكرا لكم. الله يوفقك. السلامة يا عليا خاصة. اسمعي ما زلتي مع التعدد يا ليدي؟ مرة ثانية عدنا. أنا بس عشان افهم يعني ولا اكيد انا مع الشرع. يعني انت لو تقدم لك واحد متزوج بامانه يا عليا، اقصد يا ليدي مو عشان تستفزين بجد امانه. انا قلت لك سالتك بالله هل انت من جدك ولا بس عشان تستفزين النساء ولا بجد؟ والله اتكلم معاك بجد ما هو اتريق ترى. تمام يا رموز. يا ليدي اكيد يا عدنان انا مع الشرع. اوكي يعني سؤالي واضح. جاكي انسان، سؤالي واضح. جاكي انسان متزوج
وتقدم لك وعارفه انه انسان متزوج وكل شيء، هل وقالوا لك ابوكي قال يا بنتي شوفي اللي جاء انسان متزوج وحاب انه يعني يعدل، هل طيب توافقين ولا لا؟ والله إذا رجال كفو أكيد. ايوه قال لك رجال كفو يا بنتي وما يحتاج كل شيء. عادي أوافق أكون ثانية. والله؟ اي والله انا مع التعدد يا عدنان. فين بيتك؟ وش الشروط؟ الله يوفقك ان شاء الله. البيوت مليانه بنات يا جماعه، خليهم يعددون عادي. لا جد وش الشروط الكفو؟ وش بنظرك الرجل الكفو؟ ان الرجال يخاف الله فيني، مو شرط غني، لا زوجهم فقراء يغنيهم الله. إيه ما شاء لا اقصد انه كفو انه يقدر يصرف على بيتين وثلاث واربع انسان، ما تحتاجين. انا جيجي اهم شيء يكون عادل، ويخاف الله ومصلي وصايم ويكون ثري. طبعا انا ثري قولي يكون مقتدر الحال. صراحه بعد يا عدنان انا مع التعدد بعد يا عدنان. انا مع التعدد اذا كان هذا كل الشروط فيه، يكون يخاف الله. قولي انسان متيسر الحال يعني يقدر يعني تحب يا عاشق عدنان. أنا مع التعدد يعني برضو، يعني ترى التعدد له فوائد اجتماعية، لو ننظر لها نظرة اجتماعية، لا التعدد له فوائد اجتماعية كثير. استغفر الله العظيم يا جماعة، أنا بنزل عشان مرت ما تنفقع. عليا ما ناسبك يا عليا. ما هو شرع الله ما نختلف، بس أنا عن نفسي لا أخذ معدد ولا يتعدد علي. صدقي اسمعي بقول لك شيء. بس هذا شرع الله يا عليا. طيب اسمعي ما يختلف على علي اقول لك شيء. شوف أنا مع التعدد اجتماعيا، بس لو أنا بنحط في هذا المكان راح أرفض طبعا. طيب عليا لا زي ما تقبلي لنفسك تقبلي لغيرك. طيب أبى أسأل عليا هل أنت تعلمين الغيب؟ سؤال والله من جد أتكلم. لا والله ما أعلم الغيب. طيب أوكي طيب برافو عليكي أنت. طيب الله يعني ما في شيء بعيد، يعني ما في شيء مستحيل في الحياة، صح ولا أنا غلطان؟ صح. طيب ما تدرين الله يقول كن فيكون. دقيقة ولا قاطعك لو سمحت. طيب عدنان تسمعني؟ ايوه اسمعك يا جماعة الخير اللي في الرياض أذن يا رجال روحوا صلوا بالمسجد، عسى الله يرزقكم إن شاء الله جزاك الله خير يا رجال صدق. جزاك الله خير وياك الله. ارجع يا عليا، انت من حقك، شوفي من حقك انك تتزوجين واحد ما قد تزوج، وهذا من ابسط حقوقك. بس طيب هل ما تدرين يوم من الايام، ما تدرين الله اذا قال شيء كن فيكون، طلع انسان مثلا معدد، بس انت انسانه حبيتي هذا الرجل، شفتي انه في صفات الرجل اللي انت تشوفينها، كل اللي انت تبغيه في بالك شفتيها. اسمع امنعني من الحب الحبحبان هذا. لا افهميني ما في حبحبان، ما في. انا قلت مو حبحبان، افهميني. ابوك جاء ولا اخوك جاء واقنعوك بطريقه، سبحان الله جاكي وقال لك يعز على اخوك مثلا وقال لك والله هو كويس وضغط عليك، ممكن في البدايه رفضتي، بعدين في الاخير قلتي يلا خليني اشوف، وشفتي هذا وفعلا يعني صار نصيب يا طويله العمر. ترى بعض احيان ما كل ما يعني بعض احيان سبحان الله يسخر، ما تدرين يعني تقولي شيء بعدين هذا اختيار. هذا اختيار. والله لا والله اوقات على حسب شوف هذا اختيار. انا اتفق معاكي. انا يا ابن الحلال انا هذا الشيء فوق يعني في احد مثلا يعني لو انا اقول لك يا عدنان اذا مشيت 2 متر ترى في حفره بتطيح فيها وبتموت، تمشي ما تمشي، تختار انك توقف. هذا نفس الحكايه عندي. انا ما اقدر على ذا الشيء، هذا الشيء انا ممكن يجلطني، فليه انا اقدم عليه؟ لا انا اقعد في بيت اهلي معززه مكرمه، لو اقعد عمري كله لاني اخذ واحد معدد او انه يتعدد علي. قسما بالله لا ما يعدد عليك. اسمع ما قال لك بعدك خلاص ما يعدد عليكي، قال انت اخر واحده. لا دقيقة أنا يعني تقبلين تكونين الثانية يكسب. أيوة الثانية، بس الثانية. وقال اسمعي وقال هذا 2 مليون، حطي مؤخر 2 مليون عليا. والله لو 2 مليون 2 مليون هذه يروح يعطيها حرمة الأولى، يتظبط نفسها تصير وحدة ثانية ويعيش حياته. أما يعطيني إياها ليه أنا أبني سعادتي؟ ليه أنا أبني سعادتي؟ لا وهي عادي عند البنت، يعني الحرمة الثانية موافقة مثلا. نفسي لا هذا مو حرمان. ليه أنا أبني سعادتي على لا دقيقة. ليه أبني سعادتي على تعاسة وحدة قبلي؟ لا هي عادي بالنسبة لها، عادي موافقة، يعني ما هي زعلانة. قالت
له روح اتزوج عادي، انا موافقه يعني ما عندي اي مشكله. والله ما مثلاً. كثر الحريم يروح ياخذ واحده ثانيه غيري يا اخي. انا لا جاك أقبل. انت بس قال لا ابغى عليا، قال يعني ما مثلاً بخليه خلاص. يفلح، ما ابغى ما اروح من البيت هذا الا طلبي ينفذ يعني. مع نفسه. لا ما ابغى. وش انا ما تقولين أقبل. تبنين سعادتك على تعاست واحده قبلي. ايوه ما طيب افرض بكره تزوجتي وصار فيها القدر لا سمح الله توفى أيوة. زوجك العكس. وحددك الظروف، ولا جاك الا واحد على قولتهم متزوج ومغنيها الله ويبي يحط لك بيت ويكرمك لا هي تتكلم يا ريسبكت على وضعها الحالي. لا بس ادري، بس دقيقه امل، لانه ليش بعض الحريم تكون مثل نظريه عليا، صح، ولكن ترى بعض الحريم تحدهن الظروف لدق بعض. حنا شوفوا يا بنات، خلونا نكون منطقيين، ترى بعض البنات وبعض الرجال يتغير الفكر ويتغير المنطق مع الظروف ومع الوقت. حلو. ما انت تدرين تتكلمين في ظروف يا ريسبكت، تتكلمين في ظروف، لكن احنا نتكلم الحين في الطبيعي. عادي وحده عادي، ما يعني ما في شيء حادني. اوكي طيب ما في شيء امامي. طيب لو اتزوج عليكي طيب اوكي انسان طيب قسما بالله لا اخذ سيارته واروح اقرب اشاره اطلع قدام يمين يا قدام عليا يمين دقيقه اسجنه. اوكي مو انت وأوقف بغيتي خدمات. يا عليا، مو انت بغيتي لحظه يا ريسبكت، مو انت بغيتي انسان ما يكون معدد، جاكي انسان سنجل ما هو متعدد، مو معدد ولا اي شيء، الله وفق وتزوجتيه وكل شيء، بعد 5 سنوات راى انه يعني انسان مقتدر يعني ما شاء الله مبسوط والله، قال والله بحطك يعني تحت الامر الواقع كذا، تحت كذا شويه، قال اقول لك يا بنت الناس والله انا خلاص ملكت وكل شيء، ما باقي الا شوف يا بنت الناس يا فلانه تبي تجلسي حياك، وعندك يعني عندك ابناء منه، عندك ابناء عنده ست نص درزن. ايوه عندك ولا 4. سمح الله اصبر. أيوة. ولا سمح الله صار هلك مثلا، لا سمح الله لا يقولوا انا يا ريسبكت لا تكلميني في ظروف، كلميني في الوضع الطبيعي. هو وضع طبيعي. طيب لحظه استني، وضع طبيعي. انت تبي تضمنين وضعك؟ تبي تضمنين وضعك يا عليا؟ هي تتكلم عن وضعها الحالي يا امل اوكي نحن نتفق معاها. طيب انا اتفق معاها ابو عليا. دقيقه بجاوب عدنان. دقيقه يا ظروفنا في يوم دقيقه يا ريسبكت، الله يخليك عشان خاطري عشان خاطري اسمع عشان خاطري يا ريسبكت. انا تزوجت وخلفت مو نص درزن كامل، تمام. طيب وجاء قال لي انا ملكت، الله يوفقك مع حرمتك الثاني، انا طلقني بيت اهلي وولابي. ما صدقيني اقول لك شيء، الان حاليا انا ما الومك، عارفه ليش ما الومك؟ ما الومك، كلامك صحيح 1,000,000%، بس والله شوفي انا ما الومك الان، لانك انت زي ما يقولون يعني ما الومك، انت زي ما يقولون يعني ما الومك، ما هي عايشه الحاله، ما هي عايشه الحاله يعني ما اعرف، بس انا انظر لها. تعرف كيف انا انظر لها؟ تعرف كيف انا انظر لها؟ انا انسانه غيوره. مساله انه يطلع من عندي عشان يروح يعني لحرمه في ثانيه، نساء غيورين كثيرين يعني متزوجه لا يعني الاولى ما اتحمل الوضع ده يعني ما لي شغل. يمكن هم عندهم عادي الوضع، انا عن نفسي لا. مع نفسي ساره انا اتناقش معاها، بس نقاش مو انه فيني شيء، بس انا اقصد لانه علي من حقها. انا شوفي يا علي ارجع واقول من حقك، من ابسط حقوقك والله لو تقولي له يلا مع السلامه وتطبقين الدنيا، وانا من حقك، بس انا اقصد والعيال طيب سيبيهم يعني لا خذهم معايا. الام اصلا الام اللي تسيب عيالها هذه ما تستحي على وجه بالله يعني. طيب حاجه كويسه حلو منك يعني. لا عيالي معايا. أيوة يعني ما تقولي ارمي عيالي زي النساء الثانيه، ارميهم اجعلهم في القلعه لا مو جعلهم في القلعه. لا والله الام اللي يعني تقول ارمي عيالي جعلهم في القلعه الله يقلعها يعني هي. لا ما تستحي هذه ما فيها. عدنان بعد في بعض الرجال والله في ناس والله يعني ما في كذا. لا في بعض دقيقه يا عدنان، وفي بعض الرجال يلوي ذراعها بعيال. برافو عليك. يقول ما بس شوف، ترى بعض الحريم تقول يلوي ذراعي، لا أنا أوري. أنا في بقص لكم واحدة من القصص اللي صارت. في واحدة كانت تقول لي عن موقف واحدة، تقول تزوجت وكانوا عايشين في أمريكا، تقول وقت أنفاس كانوا يطلعون ويخلونه أهل زوجة وزوجة، تقول والبنت دخلت كآبة، وقومي وتهاوش انت وياه وقشي العفش حقه وروحي لها، تروح لها. طيب. راحت لها قال لها اسمعي، قالت انا بورقتي، قال لها تبين ورقتك؟ عيالك ما يروحون معاك. قالت خلاص خلهم عندك. اتطلقت. بعدين تزوجت مرة ثانية وصار لها نفس المشكلة، تطلقت. قال لها الزوج الثاني برضه عيالك ما يروحون معاك، قالت خلهم معاك. طيب. دارت الدنيا يا عدنان. انا زي الناس مصدومة يا بنات. علينا عبد الله. جاها واحد لم يسبق له الزواج وأصغر منها ولد،
وهي طيب. عمرها يا عدنان 49 سنة. دقيقة كمل القصة. تزوجته يا بنات، تخيلوا أنا انصدمت زيكم. تزوجته خلاص وجاب عياله كلهم اللي من رجلها الأول وعزة، وبعدين الكمخ. طيب. ايه وبعدين الكمخة، اصبر خلى اصبر بسرعة يا بنت الناس. هي الرجال جاء يقول لها بعيال منك، قالت لا انا ابي ورقتي عيال، ما انا قالت ما ابي اجيب عيال من كل رجل عيال وابد وبس، وقضت القصة. بسم الله والله تعجب. لا خلاص هي شوف عدنان بقول لك شيء. طيب زي قبل فتره، قبل كم شهر جات هنا واحده عندي في القسط، رفضت ان يا شوفي يا علي، رفضت ان ايش، انه زوجها اتزوج. يعني هي تقول انا رافضه انه زوجي يتزوج علي. خلاص قبل فتره هنا جات قالت انا رافضه انه يتزوج علي ابدا. خلاص ففعلا اتزوج عليها، قالت طلبت الطلاق. لما طلبت الطلاق اتزوجت واحد ثاني وهي الثانيه، وتقول انا مبسوطه. شوف التناقض يا ريسبكت. هذه بقرة معليش يعني. ايش رايك يا ريسبكت؟ تقول انا مبسوطه. قلت ركزت. كيف ما ركزت؟ معليش انا اسف. قبل فتره في واحده هنا حتى انا ما فهمت. ياها اللي ما فهمته ليش انا واحدة رافضة انه زوجها يعني يتزوج عليها، ولما تزوج عليها اتطلقت منه وخطبت الواحد الثاني. خطبت الواحد الثاني هي يعني معدد، هي الثانية كانت وتقول مبسوطة. في بعض الحريم كذا لانه ليش تضعف امام المال. فهمتي يا ريسبكت؟ امام المال. يا في ناس كانت يعني في واحده تقول انا رافضه انه ايش، انه زي عليا. ايوه زي عليا، انه تزوج علي ابدا، انا غار. خلاص ومرت الايام الا زوجي فاجأني بزوجه. خلاص انا انقهرت وطلبت الطلاق. خلاص وقالت شوفها طلبت الطلاق. خلاص وبعدين اتزوجت واحد هذا معدد، هي صارت الثانيه، فقالت حاجه كويسه. قلت طيب ايش التناقض هذا؟ انت الان الثانيه ما ترضيني الاول، انت يعني شفتي كيف تناقض؟ ايه تناقض. عدنان شوف بقول لك صح أنا مع التعدد لأنه له فوائد في المجتمع، بس أنا لو كان أنا بتكلم عني شخصيا أنا مستحيل. النبي الثانية مو الأولى بنت زهران، وش الثانية؟ كيف تأيديني أمل وتقولين أنا لا؟ كيف تأيديني؟ لا أنا أتكلم يعني. شوفي أنا أؤيد، أنا أقول لك عن فكرة التعدد إنها فكرة ترى صحية ترى عشان المجتمع وكذا. شفتي فكرة صحية يا عليا. انتبهي والله بس اسمع لكن انا شخصيا انا لما تكون التجربه هذه تجربه فرديه لي انا ما راح اقبلها الصراحه. انا شفت ما راح اقبلها. عمر ما تقبل صراحه. كيف كذا يعني؟ اي انا اقول لك انه التعدد ايجابي، بس انا ما راح اقدر اقبلها. تناقض صدق يعني. ايش رايك يا محمد؟ يعني انا اتكلم من ناحيه اجتماعيه، لما بتكلم عن ناحيه فرديه بقول لك انا ما راح اقبلها الصراحه. بس من ناحيه اجتماعيه لها فوائد. طيب يعني من ناحية الدين انت تقبلين. الدين الله قال كذا. لا هو ترى له فوائد اجتماعيا. هذا ترى الله سبحانه وتعالى لما قال التعدد كان فيه عدل للمرأة وللرجل. لو بنطلع عن التجارب الفردية شوي، لا في امرأة ثانية بحاجة رجل. طيب فهمتي؟ ما بقى الا رجلي انا. طيب دقيقة. اي خلاص انا اقول لك بعيدا عن التجارب الفردية. يا ام ايش رايك يا ام؟ اللي ما تحب احد يتزوج عليها ممكن هذه سبحان الله توقع دائما انه الله يعني كذا، الله كذا يقدر زوجها يتزوج عليها. سبحان الله. فالك ما قبلته هذا. شوف بنت زهران اسمع بنت زهران تقول الزوج ما تكفيه وحده. فعلا بنت زهران. لا هي تسأل يا عدنان، ما هي تقول شوف علامة الاستفهام آخر شيء. أنا بروح أصلي عشان وقولوني يعني أنا حول بس كمان مخلصة من عندي يعني. الله يعطيكم العافية. انتبهي بس يا علي، انتبهي من نفسك. الله يوفقك. لا تنصدمي، أنا صاحب اتزوج عدنان. بريك اوكي عدنان يعطيكم العافية. يلا مع السلامة. ايوه يا ام ايش قلت يا ام؟ والله أنا صاحب اتزوج على زوجته ما تدري لحد الآن، وأنا واحد من الشهود. اي والله. وانت واحد؟ وأنا واحد من الشهود. حسبي الله. ومرته قوية ما عندي يا عدنان. لا انا اقول حسبي الله، بس انا قلت حسبي. لا محمد دقيقة له كم متزوج؟ والله له اسبوعين 3 دحين، ومرته قوية جدا. طازة.
فاز الله يهديه، وانا ما دريت انه مرته ما هي رابعه. بينكشف ما بيطول ترى. لا في ترى حريم. شوفوا يا جماعة الخير، هي تشوف إذا رجلة دبلة سبت وتحب تعيشه بخوف وتسحب منه فلوس تسكت. إذا هذا ترى في حريم ترى كذا تحب. ايه هو يخليها تسافر تروح عادي. ايوه يخليها تسافر، يخليها كل شيء. بس برضه هي ما تقبل، انا اعرف انها ما تقبل. طيب شوف السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام. دقيقة يا رموز، بنت زهران تقول ايش؟ ما ادري هو الحين مو شرط ان الاولى تدري من ناحية. ايوه صح، مو شرط. ايوه مو شرط. اي انت مره من المرات قلتيها. لا شرط لا شرط لا شرط لا شرط لا شرط. حلوه بالعكس، انا بعيني اللي ما يعلم، انا بعيني اللي ما يعلم امرته ما هو برجل، ما هو برجل. لا ما عليه. احنا عندنا لا احنا عندنا باهل الشمال نسميه الطقوع، طاقع من المرح. لا معلش، لا الرجل اللي ينعصم على شواربه يدق المرة ويقول انا بعرس، وش تبي تسوي؟ تبي تزعل؟ زعلت ابو جعل تروح لها. ليه اقدم الرجل؟ الرجل الصدق أقدم ما بيخاف. طيب لحظة، الظروف. طيب ريسبكت، خليني أقول لرموز حاجة. يعرف إنه مثلا إنه رموز إنسانة مثلا تسبب مشاكل، يعني لو قال لها بس أبى أتزوج تسبب مشاكل وصوته يلعلع وتسمع الجيران وتفضح الواحد، يعني ما هي إنسانة تقول له روح الله يستر عليك. لا، يعرف إنه والله تروح تلعلع ببيت أبوه. تبي تلعلع ببيت أبوه، تقعد شهر شهرين ثلاثة وترجع. لا ما عندي الحدث هذا. عثمان شوارب بدك انت يا رموز دقيقة. طيب اسمعيني، فقال هو زوج يعرف طبيعتك، يعرف طبيعة زوجته، فقال يا ولد خليني احطه تحت الامر الواقع، خليني اخطب واجي واحطك، والله اللي تبغي تسويه سويه خلاص. فجاء خطب يا طويلة العمر، فجاء فقال لك يا ام فلان والله شوف انا انسان يعني زوجت على سنة الله ورسوله، الان انا ملكت كل شيء والمناسبة بعد اسبوعين، فاسمحي لي يعني عشان لا تقولي لي انا انتهيت من ويله، بس اللهم باقي المناسبه. ايش ردة فعلك يا رموز؟ جد والله لا ردة فعل. أنا عندي بوجهة نظري الرجل اللي حكم عليها الحكم وعلقتهم يلزق على شواربه العلم الطيب. أجي البنت الأجواد أقول يا بنت أنا أحلى من أغبي بظهره، وتجي له مجلس حريم وتقعد وتجي له مرتن. دقيقة جت له مرتن تقول له رجت والله بيعرس، وتنصدم صادمة تصير كره له ألعن من كرها. أو قبل تجي معاه قال لي اسمعني قال لي أنا ما رايد بحكم عقلي كعقل، أترك العاطفة على جنب. أيوه. كعقل أنا امرأة ثانية، أنا اللي أتكلم قدامكم مرة ثانية. جيت وما كان عنده زوجة، ترون كان مطلق. اسمعيني كان مطلق طلقة. جيت أنا أعتبر روحي أولى. اسمعيني، جيت ما عنده أحد، مطلق ما في أحد. بعد 4 شهور حلت بعينه أنها ترجع الرجالة. على قولتهم أنا مالي بعصمة إني أقوم الدنيا وقاعدة وأخرب حياتي على أساس إنه أم عياله تبترجع. عيب علي. أول شيء عياله، ثاني شيء من حقه يربيهم. أحلى من دشارتهم كل يوم داقين عليه رايح وجاي ومصايب والدنيا. أنا ببيت وهي ببيت، التعب على ظهره والكرف على ظهره والجيب على ظهره والعطا على ظهره، وأخليه بدل ما يجيب 10 20 واللي يعطيني يعطيه. وليه أتعب قلبي؟ وليه باب انه يجي منه ريحه سد واستريح؟ انا قاعد ببيتي يجيني اعتبره كاليوم كانه مداوم شفتات. بعض الرجال يداوم 7 ايام بالدوام ويجيني 7 ايام صبها يحقنا نوب، حتى مو بديرتي. ليه اقعد ازعط واقعد اخانق واصيح؟ هذا شيء مكتوب لس بالحياه، يا انس تكرمين نفسك وتحسنين العشره، يا انس تتوكلين البيت ابوك. ما في حد يعني انت ما اتكلم تعطوني فرصه ولا اقعد صامت يعني؟ تكلمي يا سمر تكلمي. العلم ويش يا عدنان؟ العلم وش جات يا سمر؟ وش جات تحدي؟ ما ادري رموز. طيب ايوه يا سمر تفضل. والله اني سويت والله ما قلت شيء انا. سمر هل تشوفين كلام رموز منطقي؟ صحيح، وانا ايدها في ذا الشيء. شفتي؟ أنا ليش أتعب قلبي؟ ما دام إنسان يبغى حلال الله وقايم بشروطي وقايم بأشيائي وقايم ببيتي، الله يسهل عليك. على قوله كأنه رايح الدوام. لأنكم أشوف خلونكم منطقين. احنا عندنا هنا مو زيكم. إذا تسمح لي يا محمد أعجبنك أقول لكم بالوجه. عندنا حضران هنا ما قولي اسمعوا يا 233 مع احترامي. واحدة ما شاء الله أعرست وانفصلت، والثانية
فعادي توافقون. لو انك من الاولات كان اشتبت تبادل. اسمعيني بزيد اسم الشعر عجيز عشان اسمع عشان تصدمين عجيز عشان اصدم. بس اسمعي، رجلي يحب يعدد زين، الحين يخطب الثالثة، قلت ابد يدقن علي واقول انا موافقة عادي. مثل ما رضيت على بنت الناس ارضى على روحي. ما بك انا كنت الثانية عادي، ما فيها مشكلة. ايش في مشكلة؟ وش اللي بيصير؟ زواجة الاول يا سمر، الثانية من اول يوم انك تبكر عرستي. زين اسمعي بقول شيء يا خلينا من واقع الحياة. اسمعي خلينا نقول شيء من واقع حياتك. اسمعي نصيب انه يتزوج عليه الاول. لا جيزنا انا. اسمعي خيتي الحين بقص على القمل انا وياك. اسمعي خلينا نسمع واحدة. اسمعي رسبك. الحين بقول مثال، وحدة من الجماعة طيب رجاله سبحان الله معطيه طاقه انه يبي مره مرتين وثلاثه طيب، لكن نوعا ما تانحى وتتزعل وعنده عيال ولا يبي يخرب بيته. اسمعيني عن جد. لا ما علي من قدام الناس ولا هو خرطي. اسمعيني بقول شيء فسبحان الله جت تسولف معي، قلت شوفي وانا اختك المرأة ابعدي العاطفه عن نفسك وتكلمي بالعقل. لو انا اغتصبت قلبي والله العظيم كان ما أسوي شيء، يمكن حتى استغفر الله يغضب رب البيت بصراحة. شوفي ريسبكت، أنا قلت كلام صحيح. لكن لما أنت كمرة تشوفين الرجل عنده طاقة عالية وأنت كمرة ما تتحملينه كمرة، يعني أنت معترفة لنفسك أنت ما تتحملينه، وكل يوم طايحة تلبله يغازل يخون يروح يسافر سفراته كثيرة، هل أنا كامرأة أتقي نفسي عن الحرام ولا خليه يدندف للحرام ويجيبوا لي؟ اقول له لت على بلاطيه. اي على بلاطه كلمه حق قولي. والله كلمه حق. والله يا بعضهم معرس على 4 ويغازل. انا ما لقيت شيء، بس اذا هو رجال تعرفين انه ان شاء الله يحشم روحه. انا رجال اذا اعرف زوجي كذا يمشي يعطي ما في. شوف انا معت ماني ضد سبب كذابه انه طيب ريسبكت يموتون لا واحده ولا 2 ولا 3 ولا 4. ريسبكت ابغى اسالك سؤال. ريسبكت الحين في بعض القبائل طيب مثلا قاعدين في مجلس يجي واحد يرمي لواحد يقول له بنتي جتك هديه عطيه على قولهم. مغلفه ايش مخيلك انه يسوي يعني؟ في بعضهم ما يردون الهديه هذه، يعني نادرا ما تلاقي واحد يقول لك لا ما بتزوج، عيب عندهم في القبيله. صح ولا لا؟ انا ما اعرف، ما ادري امور القبائل والله ما ادري. والله يعني العظيم خلاص هو اسمه في موجود تورط ضعيف. صارت جيزنا عاد يجي الصحيح حنا نهذري ونوجع حلوقنا وحالتنا حاله واللي مقسوم اللي تسوي انت بطين مستبي تشوفين وحكي تطول الدنيا ولا تعرف. بما انه عجيزكم واكبركم، شوفن يا بنياتي على قولتهم، لا تقعدين على قولتهم يعني ناس اي لا تقعدين تحطين كذا تقل حاطه شك على رجالك. يا ربي لا يعرس لحد يجيب طاريه العرس يمه يا ويل حد. لا الباب مهجوج، خلوه مهجوج عند خلينا نعلم الحجز والجنوبيين مهجوج يعني مشرع الباب مفتوح على اللي بيعرس. اللي بيعرس وحاطه بباله انه بيعرس ما والله يحتريت. لا انت طيب انا نصيحه الوجه والله يا العجيز وهو احكي عنك بعد. نصيحه الوجه يا بنات اكمل يا سمر يرحموا الرجال اللي ساكت. سمر معليش تفضلي خلينا نكمل. وعليكم السلام يا عزوز منور. يعني مع احترامي لا انت باخذة بعض الحريم الله يصلحن تروح تخرب بيته وتطلق. يعني انا اخذتي تبي تاخذين واحدة بالحيل، اقعدي على قردة ليجيت اللي يقرد منه كان ايجابياته اكثر من سلبياته، واهتمي بنفسك وانبسطي وابد. في بعض لا بشركم ذاك اليوم حساب واحدة يقولون يلا اللي أعرس رجله على الثاني تعلمنا. والله يا بنات تقول أمي أبوي عرس علي وأمي ما صدقت على الله، جايبتنا الفصفص ومستانسة. وواحدة تقول أعرس علي ما قعد معه إلا شهر وطلق يا سفابه دبلت سبادنا. ترى بعض الحريم ترى وده رجله يعرس لأنه دبلت سبد. ترى بعض الرجال صدق دبلت سبد نشبه مع احترامي اللي ما تحب. بس لا تآملي للساكت، لا تآملي للساكت اللي يقولك بتزوج هذا ما عنده سالفة. لا بنت حلال الحين ساكت ولا ما هو بساكت كلهم مخرطي. خلي عنت بس. اي والله اهتموا بانفسكم وعيشوا حياتكم، الدنيا مرة واحدة. ليش اضيق صدري عشان رجلي ما رجلي يروح اللي يغلى يا ناس. في الجنوب عندنا صحيح. يجي مثل يقول لك في ثم لا فغرت، ما بغاني لوحدي يبغى معايا واحدة ثانية مع السلامة. خلي طالما والله العظيم غير ما قاطعكم علي من الحرب. انا وحده
معلش بعدين لكم بجيب بقول لكم يعني قصة واحدة يعني تقرب لي، أخت زوجي، فهمتوا؟ ما شاء الله عليها، عندها الصبر. أيوة انت جيجي، اهلا وسهلا أيوة. يا جيجي. هلا فيك، الله يسعدك يا رب ويسعدكم جميعا، الله يسلمكم يا رب. ايش بتكملي السالفة كذا؟ أقول لك أكمل لك إياها. أخت زوجي تمام، ما شاء الله عليها، هي الأولى وتزوج عليها 4، يعني ما شاء الله يمكن فوق 10 تزوج عليها، يزوج ويتطلق، يتزوج ويتطلق، وهي ما شاء الله عليها ما اهتزت، ولا هي من النوع اللي تركت بيتها ولا صرخت ولا سوت شيء. احنا مستغربين منها. سبحان الله، تشوفينها الحين والله تقولين انها اصغر من بناتها. تسمحين قاطعت، بس انا ليش تسمحين؟ إيه بقول لك بس لا بقول برد على الناس لانه كاتبين الكلام سهل يا ريسبكت. شوفوا يا جماعة الخير، راح اللي يغلى امي، يعني حياتي يا ناس. تخيلي اقعد واقلب كآبة عشان رجلي. يا شيخ اجلسي اهدي. لا انا في خشمك يا ريسبكت والله. ويرجع ترى شوفي لف الدنيا، لف الدنيا كلها، اسمعوني، لف الدنيا كلها وهي ما شاء الله عليها منتهى الهدوء. يوم يجي ترحب وتسهل، واللبس الزين والحركات والتساريح والشياكة والعطور، اقسم بالله يلف يتزوج ويطلق هذا ويرجع لها ويطلق ويتزوج. لا والأدهى من كذا، يوم يطلق بنات الحريم اللي خذهم، يخلف منها، اللي مخلف منها ولد يجيبها عندها، تقول ما علي عادي، ايش يعني، خلاص خليهم يقعدون مع عيالي. وهي ما شاء الله عليها، اقسم بالله انا استغرب منها، اقول كيف الصبر ذا اللي عندك؟ تقول انا الحمد لله واثقه من نفسي، حتى لو جاب ما راح يجيب احلى مني، حتى لو جاب ما راح يجيب بصبري وبدلعي، انا مدلعه نفسي، انا حابه نفسي، عرفتي؟ يعني عندها ثقه ما شاء الله تبارك الله. هذه المراه يعني اللي فعلا يطلقهم ويرجع لها، والله العظيم. بس في اللنة لا تقعد أعرف وحدي حياتي حاطة زي كنت إذا جلست يا شيخة على السفرة اسكتي، لا تجيبين قدامه انكم شفتوا بالزواج كذا. لا انا اذا جئت يا ويلي يا بنات، ترى انا كذا، هذا بي طبع شين يا بنات، اجي كذا واجلس وفي مثلا غصبا عنه، والله انه غصبا عنه، اجي اقول والله يا شفنا فلان، والله يا صاروخ شفنا واحد. انا احب الزين، الصدق انا احب الزين، حريم ورجال احب امدح. بسلم الله يسعدك. ايه بعدين يجون يعني انت توصفينها ريسبكت. لا ما اوصف مثلا اقول ما شاء الله والله يا عندي ناثر بنات زيون، والله هم صواريخ كذا يا بنات. اقصد اسمع كذا، سلفتي كانت كذا، كانت تقول عمتي كانت تقول لها انتبهي لا تتكلمين عن فلانه والفلانه قدام يعني زوجها، عشان ما يعني. ولما نجي نقول لها طب ايش المشكله، يعني هم ترى بنات خالته او بنات عمته، لا مره لا تمدحينهم نهائيا، ممكن يجي العين عليهم، ممكن يروح ياخذها. اكيد الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تمدحين المراه. لا ما امدح. انا اجي مثلا اصير ما مثلا يصير هو جالس بالجلسه زين، انا اصير متحمسه اسولف مثلا مع احد ثاني، هم تجي تغمز لي الثاني وتقول اللي خافتن على رجله، قلت ما دريت أنا وش دران إنه لاهي. طيب أنا ما أدري الله يصلحت، أقول له زي كذا. بعدين تقول لا تجيبون طري العرس، اسكتوا مثلا إذا جينا لا تجيبون طري العرس، ودارت الدنيا وهو اللي يعرس. ما تلاحظون الرجال نزلوا سكتوا، سكت عدنان ونزلوا الرجال اللي معنا. لا يصلون. الحلال يا حلو القسط بنا سمر، خلينا حلو خلي ولا اللي تجي وعادي وكل شيء. والله صدق زهرة النرجس يعني معليش يعني، وتجيت واحدة مثلا ما ادري شو، والله العلية العظيمة هذاك ما حلفتون. واحدة من البنات أنا عارفة العربي بنت خالتي تقول راحت الرجلة تقول له اعرس يا ابن حلال، والله يعني عدت ترى عادي. يقول أنت خبلة، حنا يقولون بعضهم أنت خبلة. تقول ودي تقول صح اني بنقهر شوي، بس تقول ابى افتك شوي من النشبه. تعرفون شلون نشبه بدون مبالغه. في ناس يبون شويه المساحه، ترى الوحده زين تترك مساحه الرجله بعد.
لا تصير مبعدنة اللذات مساحة مو برجالك. بزواج، ريسبكت مو بزواج، يا ريسبكت تكون وش مساحة. اللي ابشري إيه مساحة. الله شوفي يا العجيز، شوف سمي شوفي خويتي، سمي راح صوتها. لا تجودا والله العظيم. اسمعوا خلوا رجالكم يروحون ينبسطون ولا استراحات. والله يا العجيز شوفي هذه كلمة حق يروحون ينبسطون وانا نمسكهم. لا إذا خفتي وإنها تجيب لك مرأة بيجيبها، خلاص خليك انت. خلوا خويتي حقت بعد خويتي سنتة. اي والله اصبر خلي هاي لاني بنزل بروح الكيكه. اي بسوي هذه عاد الكيكه ما ادري وش كذا بسمع. اي ادري حقت ابو عمر اذا جاك الكيكه ما ادري. اسمع راح اسوي الحين قهوتي وشاهي للشايب. اسمعي والله العظيم يا العجوز اني توقعت يعني من كثر حدث الحريم اول احس بتصير بيني انا وياه بشوش مذابح من كثر ما الحريم يقلن. ما قلت المرة ما يسقط في قلبه غيره، والله شوفي اللي تصير بخيبه حرام لازم يقول الحق. لكن سبحان الله مع العشره والله يا العجوز لو تجينا ونقعد الناس تحسبين احد خوياتي واللي خلق السماء من غير عمد، نضحك ونسولف ونتعلل وعيالنا هي تقعد معي تعلل. ويصير في عشاء سبير عندنا تجي تطبخ معي واروح معه، ويا بغت تسير تدق علي تقول بروح للعرب الفلانيه. قسما بالله والله يا العزيز. بس شوفي انا علمستي الكبيره فرق بيني وبينها 20 سنه كبيره هي. اخاف بكره تتفقن انت تتحتن والرجل يروح واصل. اي ما عليك هذه الخطه. يلا بروح يا الربع اسوي شاي قهوه ان شاء الله ويسعدكم كلكم. امين يا رب يا كريم. اللي ما صلى يصلي يا جماعه الخير. انا عرفت انتين جارات ما شاء الله مره يحبون بعض، مره ساكنين باقي قبال بعض، يطبخون سوا ويجلسون سوا، تقولون كأنهم خوات. بس ما ادري سبحان الله ما ادري كيف تقبلوا السالفه، كيف تقبلوا الموضوع. ترى في بعض القبائل يخلونهم في بيت واحد انه عندهم ذا الشيء عادي يعني. والله ما ادري بس الموضوع مره ينرفز مجرد بس ان اوكي انا مع التعدد بس ما تجيبها عندي صراحه، لا تشوفها عيني. صحيح اي لها بيتها لها خصوصيتها. انا لي بيتي لي خصوصياتي. اي من جد ما في زواجات. ايوه ممكن نتقابل في زواجات عامه حقت اهله، ممكن نتقابل في عزايم اوكي، بس انك تجيبها عندي اروح عندها خير. شوفي وتر تقول السالفه تجيب المغص. مرة توتر بشكل مو طبيعي. أكره هذا الموضوع مرة. ليش بس أكرهها مرة. أنا كنت الثانية وعادي والله العظيم لما كان يروح الحربة عادي يعني بالعكس راحة. أنت الثانية يا سمر، أنت الثانية غير عن الأولى ترى. اسمعوني أنا مرة من المرات رايحة لأحد القرى أوكي، أنا والبنات ونشتغل ميك اب زمان حلو. إلى جت واحدة أنا ما أعرف وش الكلمة هذه سالفة مدري وش. لحظة واحدة تقول زين إذا ما ذبحته. والله صدق ترى ممكن تصل هذه المرحلة. المهم دقيقة لما تذبحين وبتذبحين لا حول. تخيلي والله أنا كنت صدق انهبلتن. اسمعوا بس فأقول لكم فكنا رايحين إلى والله جت قالت أنا ما أعرف بعض الكلمات. إلى جت حسبها أنا شغلتهم قالوا مكيجية. قلت هذه؟ قالت إيه طبينتي. قلت سوري يعني إيش طبينة؟ قالوا المرأة الثانية. قلت ما شاء الله عليه متزوج اندونيسية وابوكم. قلت ايه والله يا بنات والله العظيم وش حليلهم مع بعض جالسين. الواثق بالله ما وش التنقيص فيها ما نقص. الله يصلح قليبك، لأنه أنا داخلة على ناس عندهم زواج. وين التنقيص الله يرحم حالك؟ أنت طبيعي لو بتصير واحد أجنبي شكله من بين الرجاجيل ويجيك عيونه ممطة تبي تدري إنه مثلا العم ولا الخال؟ ما أنا بتنمر أنت وجهك أنت وياه. طبعا مسكينة الزوجة الأولى مستقدمتها. لا الزوجة الأولى مسكينة مستقدمتها على أساس شغالة وتزوجها. لا يا بنات اسمعوني قولوا لا إله إلا الله. قسما بالله العلي عظيم إن المرة الأولى وكلهم كذا متجمعين العائلة ببيت. قلت وشلون؟ قالوا هذه الطبينة. قلت يعني إيش طبينة؟ قالوا هذه الزوجة الثانية. حبيبتي جوزة شكرا على الآيس كريم. عموما انت شو تسمونها عندكم؟ احنا نقول طبينة بعد.
لا احنا ما نقول طبيعي، نقول جارة، المرأة في ناس يقولون ضرة. ايوه لا احنا شو احنا اسمه نقول ذا طبيعي، احنا في الجنوب نقول نقول جارة. لا احنا الطبيعة نقول جارة وأهل جدة. ولا أيوة، الحرمة الطبيعة. الثانية. أكمل لكم السالفة. قسما بالله العلي العظيم إن جت هذه الزوجة الأولى ماسكة ولد الزوجة الحرمة الثانية ولد الإندونيسية، مسكته تهز خل امك تخلص مكياج وهم نعطيك اياه. يا حليل يجننون والله العظيم. قعدت اناظر زي كذا، قلت حبيت ما شاء الله كذا الالفه بينكم. اقول اناظر قالت عادي طالما بالحلال. المشكله انها تتكلم زيها صح؟ شوفي عاد على قولة زيه والله العظيم يا بنات. عاد شوفي عاد اندونوسي مع محاوله على قولتهم كذا. قلت وش تبي بمكياجك؟ اي والله يا بنت ترى ما اكذب عليكم قسم بالله. يعني كنا لما نروح كلنا ما فيها شيء ولد يا الواثق بالله، خلك واثق بالله واحسن الظن يا رجل. الله يصلح قلبك بك داخلة على ناس ومستقبل. ريسبكت. شفت الكومنت اللي انكتب؟ وش كومنت؟ واحد كاتب بجيب ثنتين ضراري، يعني ثنتين متزوجين واحد بجيبهم بشير لهم بجيبهم عندكم هنا عشان يسمعون الكلام. قلت له جيبهم. ايوه لا والله العلي كذا. المهم قالت ما اعرف تقولوا. قلت تبين ثقيل مره هم يبون ثقيل. كنا احنا تقبل الله يا عدنان. قالت اشترك معاك لاعتراض على كل كلامك. وش اعترضت انا وبكش اصبروا تكفون. قال واثق بالله. وش انا قايلها الله يصلح قلبك. مالك من الكومنتات. عادي نسولف يا ناس. انا ما هو بانه سالفه عشان هو يكون الله يصلح قلبه يفهم ريسبكت. الله يصلح قلبك تقبل الله. يعني لما تكون انت داخل وتجي وتتكلم يعني استنكرت شيء الله يصلح قلبك. أحد على قولتهم أجنبي واحد شيء. الحين أعلمكم اصبروا دبلة السبت خلونا نخلص شوي. يا عمري كل شوي تقطع الكلام. كله بسبب هذا اللي تحت. السلام عليكم. يا هلا يا ما شربوا البراش قبل شوي؟ نعم. لا جاني باند. لا والله. اي والله جاني باند. ما ادري امل تقول على اساس تكلمتوا في الامور الطبيه ما الطبيه. استغربت قلت كيف ايش دخل الامور الطبيه؟ فقالت هذه سياسه البرنامج. ما ادري ممكن سياسه لا يا عدنان من اول لما كان في الخصام ترى. طيب يعني الان عشان بلاغات يعني يسوون بلاغات. ايوه ليش كذا؟ طيب لانه هذاك اتكلم في اشياء وفي دول وكذا فانتبه لا تسمح لهم يتكلموا. لا مستحيل. انا ما اخلي الكلام. ايوه نكمل خلى اشياء ودول. تقصديني انا يا ساره؟ اي تعال يا زاك سله تعال قبل شوي اصبر. انا جيتك. ما قصدتك انت. انا قاعده اتكلم مع عدنان دقيقه بالله رسبكت عشان من اول هو حاط عندي. انا ما تكلمت عنك. انا قاعده اتكلم عن ابو فيصل وقاعده اتكلم عن فارس. فمره ما جيتك لو سمحت. يعني صح يا لا يشبه الاندونيسيه. هل شوفي ولد المرأة الأولى عيونه وساع وكذا تعرفين عاد المرأة الأولى لأنه الأم سعودية والأب سعودي. ولد الإندونيسية لا ولد إندونيسية الصدق العيون ممطة بس إنه عاد شوفي شلون عيون ممطة. وش اصبر يا زاك. التبعل يا ابن الحلال قل لي أنت معاكس يا زاك. قسم بالله وش علي من العيون. انا ابغى واحدة تتبعل. اذا كانت تتبعل يوم قبل شوي تقول السعوديه وما ادري وش. انتبهوا من الكلام هذا اللي قاعد يقوله. انتبهوا. اسمعي طيب انا اعرف لك يا انا ما اقصد والله بس تدري انا اعرف لك دكتور دقيقه. انا اعرف لك دكتور استشاري معروف دكتور استشاري متزوج ودكتور ما يحتاج استشاري ترى. اتزوج عارفه مين؟ الممرضه اللي معاه في العياده الفلبينيه. انا مع الحلال ولا اسوي لواحد حرام. لا انا مع يعني الحلال. يعني اتزوج شوفي والله يا جماعه اعرفوا يعني اتزوج الممرضه اللي معاه في العياده. تعرفي مو في كل دكتور عنده عياده في ممرضه تسجل مساعده. ايوه مساعده تسجل. اتزوج. طب كويس الله يسعده بالعكس. اتزوج. هي يعني هم ليه ما هي انسانه الممرضه؟ لا
يا بنت الناس انا ما قلت اني ما انسانه يا هو، بناء على الكلام الاندونيسي لما قالت هي يعني ذكرت السالفه هذه، ذكرت انا ما قلت ما وهو انسانه. متزوج من انت قبل ما يا سمع عدنان؟ انت عدنان انت ما سمعت السالفه، خلينا نعلمك السالفه. عدنان كنا تدري احنا ليش وجنان تزوجها يا عدنان؟ دقيقة تدري يا ليش؟ زاكس بالله. دقيقة أنت يا زاكس. العجوز، تدري ليش تزوجها عدنان؟ عشانه شافه وأحسنت التبعل اللي بيدلك سبتنا. لحظة الله يصلح. حسن بيقول كذا. يا مرة في البنية. شوف حتى الأمار، شوف الأمار ليش تقولها. تزوجها يا عدنان؟ لأنها تحسن التبعل. اقول بعلق جني ان شاء الله. خلاص طيب خلونا عيب بكمل. والله عيب. بقول لعدنان السالفة. أيوة تفضل. على فكرة ترى الرجل يحب يتزوج اللي تتبعه. يا اخي كلامك ترى مرموز وينفهم. غريب فيك يا زاك. عيب خلوه يا عيب الكلام هذا عيب. تبعل محسسني انك رجال خاصة يعني. يا بنات ريسبكت قاعدة مسوية تسقط من وراء التريلات. من وين اسقط؟ لا ما اسقطت، ما عندك هذا سالفة. متزوج اندونيسية. لا يا ابن الحلال ايش دخل؟ البنت قاعد تحكي. لا البنت قاعد تحكي. لحظة. احنا ترى وين الاستنقاص؟ دقيقة سمر. زاكس لا تصير كمخة. دقيقة عدنان زاكس لا تصير كمخة. ما بين السطور لا تصير كمخة. انا اقول لك لا هو